بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وأخواتي أبناء الطائفة الدرزية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تجدد الربيع فوق سفوح الطين نعود إلى الاجتماع المبارك حول بهجة نيسان، مستقبلين إما الزيارات الدينية، مقبلين إلى مقام سيدنا ونبينا شعيب عليه السلام بقلوب معجونة بالشوق وعيون مرتقبة. كما في كل عام منظر الجمع التوحيدي البهيج يفيض بياض عمائمه البهية الناصعة في الساحات والخلوات، صادحا بأنغام التلاوة والتهجد والابتهالات على نور رسالته الشريفة التي قادها سيدنا ونبينا شعيب عليه السلام. استمرت الطائفة الدرزية بإحياء هذه الزيارة الدينية المباركة منذ 139 عاما وحتى اليوم، مسترجعين تاريخا روحيا عريقا يمتد إلى زيارات ذهبية قديمة جمعت شمل الموحدين من بلادنا وسوريا ولبنان والأردن والجاليات في ساحات هذا المقام الشريف في حطين. من هنا مع حلول موعد الزيارة نعود مرة أخرى لنشدد ونؤكد دعوتنا الدائمة للرجوع إلى مناهل التوحيد الأصيلة ومناقب السلف الأثيلة، والتمسك على الصبغة الدرزية الحقيقية التي كانت ولا تزال وستبقى عربون نجاتنا من أيادي الفتن والشقاق والخلاف في هذا الزمن العصيب الذي كثر فيه العلم وندر فيه العمل وزاد فيه الوعظ وقل فيه الاتعاظ واشتد فيه الاجتهاد وصعب فيه الإخلاص وكثرت فيه المعارف وقل فيه الوفاء وكبرت فيه البيوت وصغرت قيمة العائلة وانتفخت فيه الجيوب وقلت أموال الصدقة وكثرت فيه الأرزاق وقلت فيها البركة. نحتاج إلى عودة جماعية إلى أخلاق شعيب ورسالة شعيب ونهج شعيب عليه السلام، إذ كان في تمنيها نجاة وفي اتباعها حياة. السلام من أرض حطين إلى كافة الموحدين والموحدات في كل مكان ببركة صاحب المقام. ندعو وبسره عند الله نرجو أن تسعفنا وإخواننا بوادر الخير والرحمة بحلول السلام المنشود لنعود إلى اللقاء وتنفرج الهموم والكروب. زيارة مقبولة للجميع، وكل عام وأنتم بألف خير.